إعلانات كثيرة تظهر بالآونة الأخيرة حول مراتب اللاتكس اللي يروج لها على أنها مراتب لاتكس طبيعي 100%. طبعا الأسعار متفاوتة، مجموعة يبيعون 280 ألف، مجموعة ب 500 450 وإلى آخره. متابعينا راسلونا حول هذا الموضوع، وواجبنا أنه نوضح لمتابعينا بالتفصيل كيف يتم التلاعب باللاتكس الطبيعي. قوالب اللاتكس الطبيعي تكون قالب حديد، اي ماده تخليها راح تاخذ الشكل المتعارف عليه اللي هو بثقوب شكل مراتب اللاتكس. هو قالب جاهز، اي ماده تصبها داخل القالب راح تاخذ شكل القالب. من يطلع من القالب راح يكون الشكل مشابه تماما للمراتب اللي انت تعرفوها واللي مصنوعه من اللاتكس الطبيعي. كيف يتم التلاعب بهذه المواد؟ اولا، من تشترون لاتكس او مرتبه مصنوعه من اللاتكس الطبيعي لازم تسالون عن GSM اللي هي جرام بير متر سكوير، كثافه الماده في المتر المربع الواحد، الوزن مالتها، لانه بعض الاحيان يقللون من الكثافه فاكيد السعر راح يكون واطئ، يعني يخلون الماده بشكل خفيف، كثافتها خفيفه، لذلك الدوشق يكون وزنه قليل. هاي اول نقطه ممكن يتلاعبون بها. الطريقه الثانيه بالتلاعب بمراتب اللاتكس الطبيعي انه يضيفون نسبه من اللاتكس لكن يضيفون عليها مواد اخرى مثل الميموري فوم، يضيفون عليها ميموري فوم تكون نسبه اللاتكس يا اما 30% 40% 50% 70%، والباقي هو مواد كيميائيه يا اما ميموري فوم او مواد اخرى. ممكن تبحثون بنفسكم وتطلعون وتعرفون هاي الحقيقه. مثلا هاي تتشه مال فلوس مطاطيه، طبعا هذا مو لاتكس طبيعي، تعرفون انتم تتشه صناعيه، مطاط صناعي. هاي الماده اللي مصنوعه منها ممكن يذوبوها وتتخلى داخل القالب، وايضا راح تطلع بنفس الشكل لمراتب اللاتكس ونفس المطاطيه اللي انتم شايفيها. فطريقه التلاعب باللاتكس او بمراتب اللاتكس كثيره جدا، لا يغركم انه الشكل يكون مشابه 100%، لانه انتم تعرفون كل زين انه اكو تليفونات، على سبيل المثال جهاز ايفون موجود من عنده النسخه مطابقه 100% صيني سعره 200 ألف دينار، بينما الايفون الحقيقي سعره 1500 دولار او 1400 دولار، ما اعرف سعره بالضبط. فطرق هوايه ممكن يتلاعبون بها او يقللون السعر من خلالها، فانتم تشوفون انه الاسعار هاي قليله، السبب انتم ما تعرفونه لانه ما عندكم خبره، وهذا حقكم، ما عندكم خبره بطريقه التصنيع وشون جاي يصنع. حتى تتاكدون من اسعار اللاتكس الطبيعي الحقيقيه، انا ما اقول لكم انه تفرجوا على كيزان او شوفوا فيديوهاتنا، لا، انتم من حقكم انه تبحثون بمتاجر اخرى خارج العراق رصينه بالامارات العربيه المتحده، بدول اوروبا اكو متاجر محترمه ورصينه ومعروفه تبيع اللاتكس الطبيعي، تقدرون تطلعون على اسعارهم اللي هي تبدي من 700 دولار او 800 دولار. اخوان، اللاتكس الطبيعي سعره غالي من المصنع، لانه الماده الخام تكون غاليه. اذا السعر كان قليل فيجب ان تبحث، تسال على الكثافه، كثافه الدوشق لازم تسال عنها في حال كان السعر رخيص، تعرف الكثافه، تعرف المواد اللي مصنع منها الدوشق، لانه جاي يصير لغط هوايه وجاي يصير غش هوايه. تجيبون شخصيات يطلعوهم في فيديوهات يتكلمون بلغه معينه والترجمه تكون مخالفه تماما لكلام الشخص المتحدث، يعني الترجمه مخالفه لكلام الشخص الاجنبي اللي هو ظاهر بالفيديو. اعلانات كثيره هدفها النصب، هدفها سحب اموالكم، فاحذروا، ولازم تتاكدون من وين تشترون، من مصدر معروف، من مصدر موثوق ينطي ضمانات حقيقيه. واحنا من البدايه في كيزان بلغناكم انه غايتنا هي تقديم منتجات جودتها عاليه جدا. كمثال، احنا من نجيب، قبل لا نجيب اي منتج، اي مرتبه، اي جهاز، نجيب عينه. مثلا مرتبه كازان ونج اللي مصنوعه من شعر ذيل الحصان وبعض المواد الاخرى، قبل لا نستوردها نطلب عينه من القماش، نشوف القماش هل هو مطابق للمواصفات، هل هو فعلا قطني، نختبره، نشوف تفاصيله. هاي عينه من القماش، وهاي عينه ثانيه حتى من شعر الحصان.
نطلب عينات على مود نشوفه هل هو هذا حقيقي أو مزيف، لأنه التزييف والتحريف وعمليات الغش والاحتيال صارت منتشرة جدا حتى في بعض المصانع المعروفة. في كيزان دائما نسعى لتقديم منتجات فاخرة عالية الجودة، ما علينا بالبقية. اللي يريد يغش، اللي يريد يجيب فد منتج معين مزيف، هو ما يعرف كيف يصنع. يعني هو صاحب المنتج اللي جاي يبيعه وجاي يغش الناس بقصد أو بغير قصد، هو يمكن ما يعرف أو ممكن يعرف. هاي بعد يعني صراحة احنا ما نعرف هذا الشيء، لكن من حقنا احنا نظهر ونوضح لمتابعينا المحترمين اللي وضعوا ثقتهم في كيزان انه احنا محافظين على هاي الثقة وجاي نقدم لكم منتجات عالية الجودة. المواد اللي مصنع منها مراتب كيزان المصنوعة من اللاتكس الطبيعي هو لاتكس طبيعي 100%، غير مغشوش وغير مضاف إلى أي مواد كيميائية أخرى، لذلك تكون أسعاره غالية. نقدر نجيبها من أماكن أخرى نضيف عليها مواد ثانية، لكن هذا مو هدفنا وهاي مو رؤيتنا في كيزان. وطموحنا أنه نعزز الثقة مع عملائنا المحترمين اللي وثقوا بينا واللي فضلونا على بقية الشركات. مع كيزان فقراتك وعظامك. أمان.